أستاذ بيومي فؤاد بيتكلم في موسم الرياض. بينتقد محمد سلام عشان اعتذر عن العمل، عشان اللي بيحصل في فلسطين، لأنه بني آدم عنده دم، عنده إحساس، بيحس. فبينتقده وبيقول لك إن إحنا بنقدم الفن، بنقدم رسالة. مش فاهم إيه الرسالة اللي هو كان بيقدمها في مسرحية اتحضرت واتجهزت واتعملت في 3 أيام. إيه هي محتوى الرسالة اللي أنت قدمتها؟ ايه الفن اللي انتوا بتقدموه؟ فدتوا بيه ايه؟ وانتوا ما بتضحكوش ومش رايحين عشان خاطر الفلوس. امال انت رايح عشان ايه؟ يعني انت رايح عشان ايه؟ رايح عشان الفلوس، رايح تعمل اراجوز وتضحك الناس عشان تاخد قرشين. ما هي دي الحقيقة. وانت فاكر الناس مش عارفة؟ يعني كلنا عارفين. ليه بتنكر؟ يعني على الاقل خليك شجاع وراجل، وقول انت جاي لي، قول انا محتاج فلوس، قول انا ده شغلي وبعمل كده عشان خاطر الفلوس. يعني على الاقل هنحترم كلامك. لكن موضوع رسالة والكلام الهابط اللي انت بتقوله واللي انت قلته ده كلام ما يدخلش على ذمة حد بشلن، خصوصا ان احنا لا شفنا رسائل ولا شفنا اي حاجة يعني. وبعدين حضرتك يا استاذ بيومي، لو جارك اللي ساكن جنب منك عنده حالة وفاة، احتراما ليه ما بتشغلش التلفزيون؟ مش بس ما بتسمعش اغاني، لا، انت التلفزيون المفروض ما بتشغلوش. لو انت راجل عندك اصل وعندك دم وبتحس، بتعمل كده. فما بالك باخواتك اللي بيتفرموا وبيموتوا، هما واطفالهم وحريمهم، بتدك عليهم البيوت والمستشفيات ومفيش مكان يروحوا ليه، ومع ذلك عندك نفس تروح تمثل وتضحك وترقص. يبقى انت ايه؟